السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معايا عشبة بسيطة جدا، بس فوائدها خطيرة. آه، عملوا عليها أبحاث، 26 بحث على مجموعات عشوائية أظهرت نتائج جيدة جدا بالنسبة للسكر، في تجديد خلايا البنكرياس، خلايا الكبد، خلايا الكلى. جددتها بطريقة يعني ملحوظة جدا. كمان بيستخدموها للناس اللي عندها ضعف وتوتر، إجهاد نتيجة السكر. بتساعد على تنشيط الجسم وبتمنع الإجهاد وبتمنع التوتر. وجدوا كمان إنها بتفرز أنسولين وبتحسن حساسية الأنسولين، وتعتبر منشط كويس جدا. هي بتعتبر محظورة شوية على مرضى القلب، المفروض إن هم ما ياخدوهاش، أو إن خدوها بتبقى تحت إشراف طبي شوية. هي بتخفض السكر اللي بالوجبة بنسبة 20%. بيتناولوها ازاي؟ بيتناولوا 1 جرام قبل الوجبة ب40 دقيقة لمدة شهرين. بتجيب نتيجة يعني خطيرة جدا جدا جدا، ويعني بتبان أثرها في الناس اللي هي بتبقى عارفة سكرها كام، بينزل لحد كام، فبتبان نتيجتها فيها كويس جدا. طيب هي ايه بقى؟ هي الجينسينج ده يعني العلبة دي بحدود 15 جنيه، مش غالية خالص. انا هوريها لكم. احنا بنستخدم منها 1 جرام 3 مرات في اليوم قبل الوجبة ب40 دقيقة او نص ساعة لمدة 8 اسابيع، علشان تعرفي النتيجة، وهتظهر نتيجتها وهتبان تأثيرها بعد 8 اسابيع. فانا عايزة اوريها لكم. انا وزنت 1 جرام، يعني بمقدار يعني نص معلقة شاي. يعني وزنتها لكم على الميزان من شوية، هي دي يعني تعتبر اقل من نص كمان، لان انتوا هتاخدوها 3 مرات في اليوم، فهنحاول ما نكترش منها. 1 جرام بس، وقبل الوجبة. كمان لازم تتاخد قبل ادوية السكر. يعني لو ادوية السكر هتاخدوها دلوقتي، تاخدوا الاعشاب دي قبل ادوية السكر بساعتين، علشان هي بتأثر عليه برضو. يعني يستحسن يا قبله بساعتين يا اما بعده بساعتين. ده مع اول استخدام له، لانه بيخفض نسبة السكر مع الادوية بطريقة ملحوظة جدا. فاخاف ان السكر يكون نازل مرة واحدة، فلازم ناخده قبل ادوية السكر بفترة. انما لو هناخده في فترة غير ادوية السكر خالص، يعني مثلا قبل النوم او اول ما تصحوا، تمام، ما فيهاش اي مشكلة. ممكن كمان ناخدها 3 جرام مرة واحدة الصبح أو قبل النوم. يعني لو هتاخدي جرام على 3 مرات، لو هتاخدي 3 جرام يبقى مرة واحدة بس، يا قبل النوم يا إما أول ما تصحي من النوم، علشان يعني نكون إيه في الأمان وما ينزلش السكر. طبعا أول استخدام ليها زي ما قلنا لازم نجرب ونتابع بالتحليل. هي طريقتها بسيطة جدا، ما فيهاش أي حاجة. احنا هناخد 1 جرام ده على مية سخنة وهنغطيه شوية 10 دقايق وهيتشرب. هو ريحته عاملة زي الزنجبيل شوية، بس يعني عادي ان هو يتشرب، طعمه مش وحش ابدا. وزي ما قلنا مرضى القلب ما يحاولوش ان هم ياخدوه الا تحت اشراف طبي، يسألوا الدكتور بتاعهم الاول علشان يقول لهم اه ولا لا. هي دي الوصفة، بسيطة جدا، ان شاء الله تجربوها وهتخفض معاكم السكر، وهتلاحظوا فرق كبير جدا ان شاء الله، بس بعد 8 اسابيع. اتمنى الفيديو يكون بسيط ان شاء الله وينول رضاكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.